اهلا، واخباركم ايه؟ انا حبيت اتكلم مع اخواتي كلام مهم وحل كل شاب دلوقتي. للاسف بلدنا فقيرة قوي مع الناس اللي بيقول لك شغل ومش شغل. طبعا كلنا بندور على شغل، لكن مين اللي هيأكل بيته ب2800 ولا 3000 12 ساعة؟ ويا ريت بتبقى موجودة او متاحة. مفيش. عشان تكشف على لو حد عندك تعب، الكلام ده مفيش، الكلام ده كله برضه. لكن فيها ان هي تبني تصور وتعمل وتسوي كل حاجة. بس هو ليه حق يعمل فينا كل ده؟ ليه حق؟ بسبب الخوف، وان احنا دايما بنسكت، وهو فاكرنا ان احنا راضيين او مبسوطين بحالنا ده. بس بجد الواحد تعب. احنا بتقول مش بيشتغل، شغلنا اهو. الواحد بيدور على شغل، لكن فين الشغل؟ للأسف انت حتى يعني بتكسرنا قدام نفسنا. الشعب جاع ولا قادر يعمل اي حاجه في الدنيا. احنا الشباب اهو مش قادرين نعمل اي حاجه. بنشتغل، الفلوس ما بتكفيش، اديها وقفت الدنيا ووقفت الشغل ووقفت كل حاجه. طب انت اذا كان مش مشغلنا ولا، طب انت مكمل ليه؟ لو تغور في داهيه وتريحنا. بجد الواحد تعب واتخنق. ولو الانتحار حرام والله العظيم كنا انتحرنا وارتحنا. لو الانتحار فعلا مش حرام، والله العظيم كنا انتحرنا وارتحنا. لكن الواحد هيتجن من اللي فيه ومن الدنيا ومن كل حاجة. ادي الشغل قل وكل حاجة، يعني انت زي ما تكون بتحاربنا في رزقنا في كل حاجة. يعني حرام عليك، وكفاية لحد كده اللي وصلنا بيه. وربنا ينتقم، وحسبي الله ونعم الوكيل.